اهلا بيكم في قناة مامي ريم وكارما. بصوا بقى، مع احترامي لاي حد بيعمل الكبدة، بس انا ما شفتش الكبدة حد عملها بالطريقة دي قبل كده، مع انها هي بالنسبة لي الطريقة دي الطب في كل الطرق اللي انتوا شفتوها قبل كده. طبعا كل الطرق التانية حلوة، انا عن نفسي ساعات بعمل الطرق دي لما بكون عايزة اغير شوية في الطريقة، لكن يوم ما بكون عايزة اكل كبدة صح بتكون بالطريقة دي. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. الكبدة بقى مش بتتعمل في زيت، يعني الكبدة بتبقى في سمنة بلدي، زبدة فرن، حاجات اللي تقوي طعمها دي. حطيت معلقة زبدة على معلقة سمنة بلدي، واول ما ساحوا كده حطيت عليهم حوالي نص معلقة كبيرة من الزيت عشان السمنة ما تتحرقش، بس لكن انا مش محتاجة زيت في حاجة. دوبتهم مع بعض كده. وبصوا الكبده بتاعتي انا مقطعاها شرايح طويله كده، لو مش هتعرفي تقطعيها كده خلي الجزار يقطعهولك، او قطعيها باي طريقه تحبيها، ولكن ما تخليش السمك يكون سميك قوي. هقول لكم كمان على مده تسويه الكبده المظبوطه اللي تطلعها معاكي مش ناشفه وفي نفس الوقت تبقى جوسي كده وطعمها حلو جدا. انا عايزه الماده الدهنيه تكون سخنه جدا، وانزل عليها كده اصدم الكبده فيها بحيث ان هي تقفل على المسام بتاعها، والدم اللي فيها اللي بينزل ده يقف. طبعا الكبده ما بتتغسلش، يعني انا جبتها من عند الجزار قطعتها وعملتها قدامكم اهي. طيب هتقولوا لي الدم اللي بينزل نوقفه ازاي وكده؟ هي بالصدمه دي، تديها صدمه كده، واول ما تاخد لون على اول جنب كده اقلبيها على الجنب التاني، مش اول ما تنزلي بيها في السمنه تقلبي، لا استني شويه كده لما تمسك في بعضها ولونها يتغير يبقى اقلبيها على الجنب التاني. شايفين اللون الوردي ده؟ انا مش عايزاه يكون موجود. هقعد اقلب فيها كده لحد ما اللون الوردي ده يروح ويبقى لونها بني فاتح كده زي ما انتوا شايفين. مدة تسوية الكبدة بتكون 7 دقايق فقط. فبعد 4 دقايق كده من تسوية الكبدة على النار هتحطي الفلفل، هتديله تقلبتين كده عشان بس يدبل كده حاجة بسيطة خالص مع الكبدة. مش موطية النار خالص، لو هديت النار الكبدة هتنزل ميتها وهتنشف، فانا مخلية النار عالية كده حاجة بسيطة، يعني مش عالية قوي وفي نفس الوقت مش هادية. واحد الفلفل مع الكبدة، وبعد 6 دقايق من مدة الكبدة فصين من الثوم والملح. بقى البهارات بتاعتي، البهارات دي بنحطها في الاخر خالص، ندي تقليبة معاها وبعدين نطفي. ايه هي البهارات دي؟ ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود بس. لو عايزة تحطي شطة حطي، مش عايزة خلاص. كمان ممكن الفلفل ده تكوني حاطة معاه قرن كده حامي. لو حابة تحطي بصل مع الفلفل حطي، بس بتكون افضل يعني وبيبقى طعمها احلى لما واخده نكهه الفلفل. بس البصل بيديها بتكون طعمها حلو مسكره وكل حاجه، وساعات بعملها بالبصل، ولكن لما ببقى عايزه اكلها كده بيبقى طعمها حلو وغني بعملها بفلفل بس. بعد 7 دقايق بقى قفلت عليها، يعني سبت التوابل بس والثوم يا دوبك يتشوحوا كده في اخر دقيقه، وبعدين قفلت عليها النار. للاسف المقطع وانا بفتح العيش وبحط فيه الكبده اتمسح من عندي، بس الحمد لله ان اتمسح في مقطع يعني معروف كلنا نعرف نعمله احنا. فتحت العيش بالمقص وحطيت فيه الكبده بس كده. عملت بقى طحينه وحطيتها كده على الوش، وكان طعمها خطير، طعمها حلو جدا. السمنه البلدي مع الكبده اصلا كده بتديكي نكهه حلوه جدا، وفي نفس الوقت تكون مغذيه جدا. ومده تسويه الكبده كلها على بعضها 7 دقايق بس، تكون استوت ما تقلقيش، وفي نفس الوقت بتكون طريه كده مش ناشفه، مش تحسي انك بتاكلي جلده، لا هتلاقيها طريه كده وطعمها حلو اصلا. تسوية الكبدة دي مهمة جدا لازم نلتزم بيها. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناة مامي ريم وكارما على اليوتيوب، والسلام عليكم.